ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا وبقالي كتير ما بعملش فيديوهات وانتوا وحشتوني. معلش اعذرونا عشان خاطر حمزة صغنن ومبعرفش اعمل منه حاجة. بس ان شاء الله ان شاء الله صور تاني وهنعمل مع بعض فيديوهات كتير. بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان اي حاجة انزلها توصل لكم. كنا بقى النهارده هنعمل اللهم صل على النبي. جبت فرخة كده كبيرة وقلت نعملها بقى محشية. بصوا، وفي ناس بتقولك مش شرط الفرخة تبقى كبيرة، لازم تبقى صغيرة عشان تنفع تتحشي. لا عادي، انا بجيب الفرخة كبيرة وبحشيها عادي وبتطلع مستوية وجميلة. جربوا زي ما انا بقولكوا كده، زي ما انا بعمل كده جربوها، هتطلع معاكم جميلة اوي وسهلة وسريعة. جبت فرخة اي وزن بقى انت تجيبيه، مش شرط تبقى خفيفة. وقمت جبت كيلو رز نقعته. اهم حاجة تنقع الرز قبل ما تيجي تعمليها بساعة او ساعة ونص عشان الرز يبقى منقوع. وبعدين غسلتها كويس ونقعتها مدة كبيرة ودخلت عشان اعملها. حطيت اللهم صل على النبي، حطيت الرز، حطيت سمنة وبعدين حطيت الرز، قعدت اشوح في الرز شوية مع السمنة. وحطيت الكبد والقوانص بعد ما الرز اتشوح شوية، تقوم حاطه الكبد والقوانص. لو عايزة تزودي كبد وقوانص من عندك زودي عادي. حطيت فلفل اسود وحطيت ملح ودوت البصل فرمته في الكبة. البصل بعد الرز وبعد الكبد والقوانص عشان يبقى لها نفس. وحطيت فلفل اسود، عايزه تزودي الفلفل الاسود عن كده بتبقى حاميه بتبقى جميله. وتقعدوا تشوحي كده تشوحي مع بعض كده بتبقى جميله. بص الرز يعني اهم حاجه التشويحه بتاعت الرز دي، لان هي دي اللي هتدي نفس. طبعا بتدوق الحدوقيه يعني كده، ولو عايزه ملح تاني حطي. بفضل اقلب كده وحطيت كمان شويه فلفل اسود واسيبه يتشوح. واحط نقطه ميه صغيره خالص مش كتير، يعني ربع كوبايه كده، وبسيبه 5 كده. وبعد كده هنحشي بقى الفرخه مع بعض كده. ولا تلاقيها انا حطيت ربع كوبايه ميه وسبته 5 كده، شويه ميه صغيرين. الفرخه مغسوله وزي الفل. هنحشيها بقى حشو بقى. في ناس بتحشي الفرخه حشو صغير عادي، بس احشيها وامليها وحطها في الكيس الحراري وحطها في الفرن من تحت وسيبيها بقى في قلب الكيس الحراري كده، ولا ميه ولا اي حاجه، بتطلع مستويه وجميله جميله جميله، احسن من 100 حمامايه واحسن من 100 فرخه تقلي فيها الرز. اهم حاجه الرز يبقى منقوع ومتشوح كويس. طبعا هحشيها كده واملاها رز. والرز اللي بيفيد انا بعمل رز بزياده. طبعا الفرخه مش تاخد كيلو رز، انا بعمل رز بزياده لان عيالي بيحبوه، بزود ميه وبسويه والعيال بياكلوه. حطيتها في كيس من تحت، الكيس اتقطع، حطيتها في كيس تاني اهو، كيس حرارية. وهحطها في الصاجة في الفرن واسيبها ساعة او ساعة ونص. هي تحط كده اول ما الوش بتاعها دوت يتحمر وتلاقيه ابتدى يصفر كده، بتروحي فكه بقى الكيس او تسيبيها بالكيس عادي، هتلاقيها اتحمرت. هتيجي تفتحيها تلاقيها مستوية وجميلة. متنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناة. ده الرز كنت هسويه هكمل تسويته عشان العيال ياكلوه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك. بصوا بقى ساعة ما استوت وفتحت الكيس بتاعها، انا ما فتحتش الكيس الا لما لقيتها بالمنظر ده جميلة جميلة جميلة. جربوها بالطريقة ديت. ومتنسوش اللايك والاشتراك وبالسلامة.